في الفيديو ده هنشرح باقي الميتا تاجز الخاصة بتجربة المستخدم أو اليوزر اكسبيرينس، واللي هما الشارست والثيم كلر. لو انتوا فاكرين لما احنا شرحنا التايتل وعملنا فاليديشن لصفحة ال HTML، لقينا ان هو عموما كان لسه في ايرور، ودلوقتي برضو هنجرب مع بعضينا علشان خاطر اللي ما شافش درس التايتل. وهنا نكتب HTML validator ونخش على اول موقع. طبعا احنا موقعنا مش اونلاين، فبالتالي نخش على الفايل ابلود ونفتح مشروع موقعنا ونحط الاندكس هنا. لو احنا عملنا تشيك هنلاقي ان هو جاب لنا ايرور بخصوص الكاركتر انكودنج. دي شويه معلومات عن الكود بتاعنا مش مهمه، لكن عندنا ايرور واحد وهو يخص الكاركتر انكودنج. فبالتالي هو بيقول لنا ان موقعنا ناقصه حاجه، وهو يعتبر هو الشارست ميتا تاج اللي احنا هنستخدمه في الدرس ده دلوقتي. ودلوقتي لما هنحطه هنشوف مع بعضينا ان الايرور ده مش موجود تاني خالص. وحتى هنا بعد شويه لما هنحطه هنلاقي قال لنا ان الكود بتاعنا كله تمام وكله مظبوط. هنقفل فولدر موقعنا عشان نكتب الكود، ونيجي هنا نشوف مع بعضينا ازاي بنقدر نكتب ميتا الشارست. هنا بنكتب ميتا، وهنا اختلافا طبعا عن الميتا تاكس اللي فوق اللي بنكتب فيها نيم وكونتنت، هنكتب في الميتا شارست. وهنا بنكتب حاجه اسمها UTF-8، وده نوع ترميز بيسمح لنا ان احنا نكتب اي لغه. بالتالي لو كتبنا عربي او كتبنا انجليش او كتبنا اي لغه تاني، الموقع بيظهر لنا عادي بطريقه طبيعيه. وهنا نقفل التاج، ويبقى كده موقعنا مظبوط 100%. حتى احنا دلوقتي لو رجعنا باك وفتحنا فولدر مشروعنا وحطينا الاندكس من اول وجديد وعملنا تشيك، هنلاقي ان الايرور راح والايرور مبقاش موجود تاني خالص. وهنا مكتوب لي document checking completed no errors or warning to show، يعني كده موقعنا تمام وشغال 100%. طب لو احنا ما كتبناش الشارست ميتا تاج ايه اللي ممكن يحصل؟ هوريكم دلوقتي مثال مع بعضينا. لو احنا قفلنا الصفحه دي وانا دخلت على صفحه ال HTML وهنا كتبت مثلا بالعربي اهلا بيكم في فرونت اندز وسيفت، هلاقي ان العربي مكتوب كويس. بس ده ليه؟ عشان احنا فتحنا سيرفر، وعلشان خاطر دلوقتي في ال HTML5 يعتبر الافتراضي هو ال UTF-8. حتى لو احنا مسحناها برضو المفروض تشتغل، بس هتشتغل علشان خاطر جوه الكروم متصفح حديث، بالتالي هو لوحده بيقدر يفهم اللي احنا كاتبينه وبيقدر يستخدم الانكودنج الصح او بيستخدم ال UTF-8. فبالتالي احنا علشان خاطر نضمن ان كل المتصفحات عموما حديث او قديم يستخدم ال UTF-8 بنكتبه احنا بايدينا في الميتا تاجز. دلوقتي هقدر اوريكم مثال ازاي العربي بيبان لو مستخدم حاجه غير ال UTF-8. لو احنا عملنا ميتا شارست وقلنا ان هو بيساوي ايسو 88591 وجينا هنا وقفلنا الميتا، طبعا برضه هنا لو عملنا ريفريش هنلاقي ان العربي ظاهر كويس. ده زي ما احنا قلنا عشان خاطر جوجل كروم متصفح حديث، فبالتالي عن طريق اللي احنا كاتبينه بيقدر يستخدم الميتا او الشارست المعينه اللي بتخلي محتوانا يظهر صح، او كمان عشان احنا فاتحين السيرفر. طيب ازاي نقدر نشوف موقعنا اللي مكتوب بطريقه غلط؟ باننا نفتح فولدر موقعنا وندوس على الفايل بتاعنا، هنلاقي زي ما انتم شايفين حصل ان العربي ظاهر بالطريقه دي. طبعا عشان خاطر احنا استخدمنا شارست مختلفه. طبعا الايزو بتسمح لنا ان احنا نكتب حروف لاتينيه اللي هي عموما الحروف الانجليزي وحاجه تانية بسيطه، لكن ما بتسمحلناش ان احنا نكتب عربي. فبالتالي لو انا جيت هنا وقفلنا الصفحه اللي احنا فتحناها وفتحنا اول جديد مشروعنا وفتحنا ملف ال HTML بتاعنا، هنلاقي ان العربي ظهر كويس والانجليزي ظهر كويس. ده ليه؟ عشان خاطر احنا استخدمنا ال UTF-8 وما استخدمناش الايزو. حاليا معظم المتصفحات الحديثه بتستخدم ال UTF-8 كقيمه افتراضيه، لكن زي ما انا وريتكم ان ممكن يحصل اخطاء وممكن حد يستخدم براوزر قديم، فبالتالي ما يظهرلوش المحتوى بطريقه صح لو احنا مش كاتبين ال UTF-8 كشارس. فانصحكم انتوا تكتبوها دايما لانها هتعتبر حاجه اكيده. وزي ما احنا شفنا لما عملنا فاليديشن كان قايل لنا ان في ايرور لو احنا ما كتبناش ال UTF-8. لما احنا كتبناه وعملنا فاليديشن جديد لقينا ان الموضوع كله تمام وكله سليم. اخر ميتا هشرحها كتحسين تجربه المستخدم هي ميتا الثيم كلر. طبعا دي ميتا اختياريه بتخلي شكل موقعنا مختلف شويه وحلو من الموبايل، ودي نكتبها زي الميتا اللي فوق
بنكتب ميتا نيم تيم كولر، وبنديها كونتنت واللي هو بيكون لون موقعنا. طبعا اللون المفروض بيتكتب بطريقه هيكساديسيمال. طبعا ازاي هنكتبه؟ طبعا اللي ما يعرفش ايه هو الهكساديسيمال يقدر يخش هنا على جوجل ويكتب كولر بيكر، ويقدر يختار اللون اللي عايز يكون شكل البراوزر بتاعنا. مثال بسيط، انا عايز موقعي على الموبايل شكله يكون باللون الاخضر ده، بقدر اخد الكود بتاع الهكس المكتوب هنا هكس، اخده كوبي واحطه في الكونتنت. بالتالي لو في حد فتح موقعنا من على الموبايل هيلاقي ان لون صفحتنا على كروم او على براوزر الموبايل بقت لونها اخضر. ده طبعا بنستخدمه لو احنا مثلا عندنا براند معين، البراند ده مثلا لونه ازرق او اي حاجه، بنقدر نستخدم اللون ده كتيم كولر. فبالتالي اي حد بيفتح موقعنا من على الموبايل بيلاقي لون البراوزر برضه بقى نفس لون البراند بتاعنا، ودي حاجه بتحسن تجربه المستخدم، لكنها حاجه اختياريه ممكن ما نعملهاش عادي، لكنها بتحسن شكل الموقع من الموبايل. وبكده يبقى احنا شرحنا اخر ميتا تاجز تخص تجربه المستخدم. استنوني في الفيديو الجاي هنكمل مع بعضينا شرح الميتا تاجز اللي تخص السوشيال ميديا، وازاي لما انا اجي اشير لينك موقعي مع حد على السوشيال ميديا يجيب له بريفيو او شويه معلومات عن موقعنا. شكرا.